فيلمنا النهارده بيبدأ في يوم الجمعة 13 مارس، وبنشوف المحقق كول والمحقق مارش وهم قاعدين مع شاهدة على هجوم اتسبب في موت ناس كتيرة قوي، والشاهدة دي هي ريبيكا الناجية الوحيدة من الهجوم، وكانوا عايزين يعرفوا منها بالظبط ايه اللي حصل في الليلة دي، خصوصا انهم شاكين انها اساسا متورطة في الجريمة. وفي الاول ريبيكا كانت رافضة تحكي اي حاجة بحجة انها بتعمل كده علشان سلامة المحققين، وده لانها مقتنعة انهم كلهم هيتم القضاء عليهم لو حكت الحقيقة. ولكن كول ومارش قالوا لها انهم لازم يسمعوا حكايتها علشان يكملوا التحقيق، وبكده مفيش قدامها حل غير انها تحكي اللي حصل. وفي الليلة اللي قبل الهجوم كان في مجموعة شباب في صالة العاب شغال فيها أليكس وجانا، وواحد من الشباب جرح نفسه في وسط اللعب، وحد من الموظفين بعد ما شاف اللي حصل راح وساعده يعالج الإصابة. وبعد شوية ظهرت راشيل وقالت ان زميلها زقها وطلبت من أليكس يتخلص منه، ولما سمعت أليكس الكلام ده اتخضت وفكرت تروح تحكي لجوزيف، ولكن تيم مديرها قطعها وهو داخل، وتيم قال ان في مجموعة عملت حجز في اخر لحظة، فاضطر ان هو يخلي أليكس وجانا يشتغلوا ساعات اضافية. وجانا رغم انها مش عاجبها الخبر بس كانت مبسوطة انها هتقبض ضعف اجرها في الساعات دي، ووافقت انها تفضل. وبعد ما خلص الاتفاق معاهم تيم اختفى ومحدش شافه تاني، والمحققين كانوا شاكين انه ممكن يكون هو اساسا المجرم. والحقيقة هي ان في الليلة دي قبل ما يمشي تيم كان قاعد في الصالة عنده وبيشرب، وشاف مجموعة ميكي ماوس اللي عنده اللي فيها ماسك غريب جدا، وبعدها شغل بروجيكتور قديم علشان يتفرج على كرتون من الكرتون اللي بيحبه، وفجأة سمع ضحكة مرعبة خضته، ولكنه افتكر انه كان بيتخيل مش اكتر. بس برضه الصوت استمر لحد ما لاحظ ان الصوت الغريب ده جاي من الماسك اللي على الرف، وساعتها تم تنويمه مغناطيسيا. وفي نفس الوقت ده أليكس كانت بتنظف الترابيزات علشان تستقبل مجموعة الحاجزين الجدد، وجانا كانت بتتكلم على التليفون وطلبت من أليكس تغطي مكانها لأنها خارجة في ميعاد، وجانا قالت لها إنها ترجع في خلال ساعة، ولو ما رجعتش بقى فأليكس هتاخد أجر الساعتين مكانها. وأليكس وافقت وفعلا جانا مشيت وأليكس فضلت لوحدها، وفجأة سمعت رنة التليفون وجريت علشان ترد، ولكن ما فيش أي حد كان بيرد عليها. وبعدها سمعت موسيقى البداية لأفلام ميكي ماوس ورجليها بدأت تتهز من الرعب، وده لأنها المفروض يعني تكون لوحدها في المكان. وبعدين فضلت تدور على زميلتها لحد ما وصلت لباب خلفي، وهناك شافت راجل لابس ماسك ميكي فحاولت تجري بعيد عنه، ولكنه كان وراها لحد ما طلعت لمجموعة من أصحابها اللي كانوا محضرين لها حفلة مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها. ولما شافت المجموعة اتفاجئت لأن عيد ميلادها لسه فاضل عليه أسبوعين، ولكن رايان قال لها إنهم حبوا يفاجئوها بدري بدري، وكل اللي في المجموعة بما فيهم ريبيكا كانوا أصحاب الطفولة وكانوا دايما بيحتفلوا بأعياد ميلادهم في صالة الألعاب، فشافوا إنها فكرة حلوة يحتفلوا بعيد ميلاد أليكس هناك علشان يفتكروا الأيام القديمة. وأليكس بعد ما فاقت من الصدمة حضنت كل واحد من أصحابها وشكرتهم على المفاجأة الحلوة قوي دي، وبعد ما الكل مسك الكاس بتاعه اتجمعوا حوالين التورتة، وأليكس طفت الشموع واتمنت أمنية. وفي الوقت اللي كانوا أصحابها بيحتفلوا الراجل اللي لابس ماسك ميكي كان واقف بيراقبهم من بعيد، وأليكس قررت ما تقولش لأصحابها عن وجوده لأنها افتكرت إنه جزء من المفاجأة، والمجموعة كلها ما كانوش حاسين إن في حاجة غلط. فريان اقترح لعبة وأقنع شوية من أصحابه يشاركوه في ماتش كرة سلة، ولكن داني رفض إنه يشارك علشان عارف إن ريان عنده عادة وحشة وهو بإنه بيحول كل حاجة لمنافسة. وأثناء ما أصحابهم بيلعبوا داني وماركوس وبول كانوا بيتكلموا جنب ماكينات القمار، وفجأة بول استلم رسالة من جاكي وراح يقابلها عند واحدة من الألعاب، وبعد كده ابتدوا هما الاتنين حفلتهم الخاصة بكل هدوء، وميكي من بعيد كان بيراقبهم ومخطط ازاي يتخلص من اول ضحاياه. وفي الوقت ده ريان جاله تليفون من زمايله في فريق الهوكي واتفق معاهم ياخدوا ماركوس على البار بعد الحفلة، وقبل كده كان في علاقة بين ريان وأليكس، ولكن دلوقتي هي مش مهتمة بيه وبتفكر في ماركوس، فكان ناوي يستغل أصحابه علشان يعلم ماركوس درس كده. ولكن المحققين كشفوا ان كل زمايل ريان لقوهم كلهم جثث، ولما عرفت ريبيكا المعلومة دي اتفاجئت لانها ما كانتش تعرف ان الناس دول كانوا ناويين يضربوا ماركوس، والحقيقة انهم مشيوا قبل ما يوصلوا لصالة الالعاب اصلا. وبعد المكالمة ريان طلع كيس زبالة وطلب من الكل يحطوا موبايلاتهم فيه علشان الاجهزة كانت شغلاهم عن الاستمتاع بالحفلة. وبعد ما ريبيكا حطت موبايلها بقت كئيبة اكتر، فصاحبتها حاولت ترفع معنوياتها، ولكن المشكلة ان ريبيكا دايما كانت مكشرة وبتفتخر كمان بالشكل الكئيب بتاعها ده، والاكتر من كده انها بتحب ماركوس في السر وبتدعي
بتتضايق لما بتشوفه بيتكلم مع أليكس. وفي اللحظة دي جيما فهمت إن صاحبتها غيرانة وعرضت عليها تشرب معاها. وفي الوقت ده جاكي وبول كانوا مع بعض وفجأة سمعوا صوت غريب وقرروا يحققوا في اللي حصل. وجاكي شافت ميكي جاي ناحيتهم وبدأت تصرخ، ولكن أصحابها ما سمعوهاش بسبب الموسيقى العالية. وبعد شرب كذا ازازة بيرة كده ريان بدأ يتريق على ماركوس علشان يثبت إنه الأحسن لأليكس. وعلشان الجو يهدى شوية فأليكس قررت تاخد أصحابها على البار، فوافقوا كلهم. وقبل ما يمشوا جيما كانت ناوية تاكل حتة كيك تانية، ولكنها اكتشفت إن السكينة اللي كانوا بيقطعوا بيها اختفت. والمجموعة بعد كده راحوا للباب، وأثناء ما بيستنوا داني يطلع من الحمام ريبيكا راحت تجيب الموبايلات. وهناك أليكس شافت سلسلة كبيرة عليها قفل وفهمت إنهم كلهم محبوسين جوه المكان. وساعتها جيما بدأت تشك في بول وجاكي لأنهم معروفين بحبهم للمقالب. وريبيكا وصلت وبلغتهم إن كل الموبايلات اتاخدت واتبدلت بموبايلات لعبة. وهنا المجموعة برضو افتكرت إن كل ده مجرد مقلب مش أكتر، فقرروا يدوروا على أصحابهم. وأليكس كمان اكتشفت إن ماركوس كان لابس ماسك ميكي، ولما ماركوس سمع كده قال لها إن مش هو اللي كان لابسه. وهنا أليكس بدأت تشك إن بول هو اللي عامل المقلب ده. وبعدين المجموعة لقوا داني وقرروا يمشوا للباب الخلفي، ولكن لقوا الممر مقفول بسلسلة برضه. فكان الحل الوحيد إنهم يدوروا على بول وجاكي اللي ممكن يكونوا مستخبيين في أي ركن من المكان. وعلشان يحاولوا يسرعوا عملية البحث فالسبع أصحاب قرروا يتفرقوا ويدوروا عليهم. ورغم إن ريان كان سكران تماما ولكن قدر يوصل للمكان اللي أصحابه كانوا فيه قبل ما يتصفوا. وأول ما وصل شاف راس فار وخاف جدا، ولكن بعدها اكتشف إن الشخص اللي قدامه هو بول. ووقتها ريان قرب منه وهناه على الزي الحلو بتاعه ده، ولكن ميكي مردش عليه. وبعدها بدقايق ريبيكا وصلت لنفس المكان وشافت المتطفل، ولكن بسرعة فهمت إن في حاجة غلط. وأول ما شافت الراجل ماسك سكينة مليانة دم استنتجت إنه مش بول وقررت تجري، ولكن الكائن ده فجأة ظهر قدامها. ولحسن حظها ريبيكا كان معاها كشاف، ولما وجهت الضوء ناحيته الكائن خاف وجري لبعيد. وفي الوقت ده ميري كانت مكملة في البحث، ولما أخيرا لقت صاحبتها المفقودة اتفاجئت بتيار من الدم وابتدت تجري وهي بتصرخ علشان تهرب من ميكي اللي كان بيطاردها. وبالفعل هربت عن طريق الزحليقة. وفي اللحظة دي جيما كانت لابسة نظارة واقع افتراضي وبتستمتع باللعبة بدل ما تدور على جاكي وبول. ولكن جيما مش الوحيدة اللي مش مهتمة بالبحث، لأن ماركوس كمان كان بياخد أليكس علشان تفتح هدية عيد ميلادها. والشاب كان عارف إن أليكس بتحب الحلويات الحمضية، فجمع لها كل الأنواع من بلاد مختلفة علشان تجربهم. وبعد ما أكلت واحدة أليكس قالت له أمنيتها وطلبت منه إنه يعزمها في خروجه. وقبل ما يرد عليها ميري ظهرت ووشها كان مليان دم وصرخت إن الكل في خطر. فأليكس قامت علشان تشغل النور وتوقف الموسيقى وطلبت من صحابها يستنوها. وفي اللحظة دي ميري بدأت تتوتر علشان موبايلها ضايع ومش قادرين يكلموا الشرطة. وأليكس قررت تروح المكتب علشان تستخدم التليفون الأرضي، ولكن قبل ما تكمل المكالمة سمعت صوت بيقول لها تجمع أصحابها علشان يلعبوا استغماية. فوهي مرعوبة أليكس حطت التليفون وراحت تدور على أصحابها وهي شاكة إن حياتهم كلها في خطر. وفي نفس الوقت ميكي قرر ياخد استراحة وخرج للبار اللي على بعد أمتار من صالة الألعاب. ولما وصل هناك لقى أصحاب ريان بيشربوا، فقرر مايكل هو وأصحابه يحيطوا بيه وهم متخيلين إن ماركوس هو اللي لابس الماسك ده. فمايكل هدده إنه يبطل يقرب من أليكس، ولكن ميكي رفض فمسكوا العصيان علشان يهاجموه. ولكن قبل ما ياخد ضربة ميكي قدر ياخد عصاية منهم وضربهم بكل قوته. وبعد ما خلص عليهم رجع للصالة ولقى داني قاعد في عربية الملاهي. وأول ما شافه شغل المكنة وخلى داني يدور وهو سكران ومتدمر. وبعد ما اتقابلت أليكس مع ماركوس وميري حكت لهم عن اللي سمعته. ولما حاولت تكلم الشرطة وطلبت مساعدتهم في البحث عن باقي الفريق دوروا في كل ركن في الصالة، وبالفعل لقوا جثث جاكي وبول ومعاهم رسالة بتقول إن اللعبة مش للأزواج. ولما شافت ميري أصحابها بالجروح المرعبة دي بدأت تشك إن ريان هو اللي بيهاجم الكل، ولامت كمان أليكس. وميري وهي مقتنعة إن ريان غضب بعد ما سابته وبدأ يهجم على أصحابه. وبعد ما شاف ميكي داني بيتعذب على لعبة الملاهي قرر يوقفها وطلع السكينة علشان يهاجمه، بس داني جمع شجاعته وقدر يجري لبعيد. أما الفار الشرير فبنشوفه كده بيطلق ضحكة شيطانية. وجيما كانت محبوسة في لعبة واقع افتراضي ومش حاسة باللي بيحصل خالص، وكان هدفها الأساسي إنها تهزم جيش من التنانين كمحاربة، ولكنها ما كانتش واخدة
واخده بالها ان المفترس الحقيقي وراها بيقرب ببطء شديد وهي مش حاسه، ولما الوحش لاحظ انها مش شايفاه قرر يلمس كتفها علشان تلف وتشوف ايه اللي بيحصل، واول ما شالت النضاره لقت نفسها لوحدها، فافتكرت ان دي مجرد حته من اللعبه وخدعه حسيه مش اكتر، وعلى طول رجعت النضاره والكائن المقنع رجع يلمس السكينه في شعرها وبيبص كمان لرقبتها، ولكنه قرر يخوفها مره كمان ولمس كتفها مره تانيه، والمره دي جيما حست ان ده مش مجرد احساس وبدات تشك ان اصحابها بيحاولوا يخوفوها، فقررت تتجاهلهم ورجعت النضاره من تاني، وميكي حس ان الوقت خلاص جه علشان يمسكها، وفي نفس الوقت ده داني كان بيحاول يهرب من الكائن اللي هاجمه في الملاهي، واتقابل مع ريبيكا وقرروا يفكروا في خطه علشان يهربوا، وفي اللحظه دي أليكس والفريق كانوا بيدوروا على مخرج، ولما شافوا الوحش من الناحيه التانيه للباب أليكس لاحظت انه نفس الراجل اللي شافته في اول الليل، وماركوس اقترح يشغل جهاز انذار الحريق علشان يلفت انتباه رجال الاطفاء، وده لانهم مش قادرين يكلموا الشرطه، وبنشوف أليكس قررت تشغل الانذار، اما ماركوس وميري كانوا بيحاولوا يجمعوا باقي المجموعه على السطح، وهنا داني لاحظ ان ريبيكا لابسه كعب عالي واقترح انها تشيله علشان تعرف تجري، وفي اللحظه دي سمعوا صوت ماركوس من الميكروفون بيقول لهم ان ريان اتجنن وبقى يهاجم الناس، وطلب منهم يجتمعوا على السطح بسرعه، ولكن للاسف كان خلاص الوقت متاخر لان ميكي كان لقاهم، وبنشوف أليكس شغلت انذار الحريق وراحت تدور على جيما، وللاسف لقيت ميكي بيخلص عليها، والكائن الغريب بدأ يطارد أليكس ولكنها استخدمت الكشاف علشان تبعده، وبنشوف ماركوس وهو كان بيراقب الكاميرات وشايف اصحابه بيحاولوا يهربوا من الوحش، ولكن فجأة الإشارة اتقطعت وما بقاش شايف الصورة، وخلال هروبها ريبيكا وقعت على الأرض، وميكي للأسف قدر يمسكها وقدر كمان إنه يعورها علشان ما تهربش تاني، فطلبت من داني إنه يهرب ولكنه رفض يسيبها ورجع علشان يحميها، وفي اللحظة دي ميكي ضربه بكل وحشية ووقع على ركبته وضربه على دماغه بالسكينة، وأليكس وصلت لأصحابها وحكت لهم عن اللي حصل بالتفصيل، ووضحت إن الراجل المقنع بيختفي لما تشغل الكشاف وكأنه عنده قدرة على الاختفاء، وهنا ماركوس فهم إن العدو عنده سرعة عالية جدا، وفي اللحظة دي شافت أليكس جانا ماشية على الرصيف وكانت بتحاول تلفت انتباهها ولكنها كانت مشغولة بالتليفون، ولما جانا أخيرا شافت أليكس ودخلت تشوف في إيه هاجم عليها ميكي من وراها وطعنها طعنة في صدرها، وبعد ما شافت صاحبتها بتخلص قدام عينيها أليكس خافت جدا وميكي بدأ يسخر منها، وبنشوفها وهي مرعوبة جدا جريت بسرعة على باقي أصحابها ولقوا كمان ريان قدامهم، وأليكس أكدت إنها شافت القاتل الحقيقي بيهاجم جانا، وده يعني إن ريان بريء، ولكن ماركوس ما صدقش وقال إنه واضح كده إن في أكتر من مجرم، وأول ما شافت أليكس إن ميكي بيخلص على الناس قررت تتأكد من نظرية إنه مش ريان عن طريق إنها تشغل الكشاف ناحية ريان، ولما لاحظت إنه مجريش بدأت تقتنع إنه بريء، وريان بعد ما تعرض للهجوم أغمى عليه وصحي بعدها بدقايق وخرج يدور على أصحابه، ولما سمع عن إن في ميكي ماوس شيطاني اعتقد إن أصحابه متأثرين بالشرب شويتين، وفجأة الوحش ظهر والجميع لاحظوا إنه لابس سويت شيرت شبه بتاع ريان، وده خلاهم يفتكروا إنه حد من فريق الهوكي، وريان قرر يقرب منه ويحاول يقنعه يوقف الهجوم ولكنه انضرب وكان خلاص هيخلص عليه لولا إن أليكس حاولت توقف العدو بالكشاف، وفي اللحظة دي الوحش هاجم أليكس، ولما كانت هتاخد آخر نفس ماركوس ظهر وضرب ميكي بمضرب الباسبول، وريان حاول يحصره بالكرسي، أما ميري فكانت بتخوفه بالكشاف، والوحش اليائس ده رمى أداة في اتجاه ميري، ولما الفانوس وقع على الأرض قدر يختفي بسرعة، وقبل ما يهرب ميكي كسر رجل ريان الشمال وخلاه مش قادر يجري، وبسبب إصابته اضطر ريان يقف علشان يستريح، فماركوس فكر في خطة لنصب كمين للوحش المقنع ده، وماركوس لاحظ إن ميكي مش بيقدر يختفي في وجود النور، فاقترح لعبة جديدة لهزيمته لأنه عارف إنها الطريقة الوحيدة للخروج من المكان ده أحياء، وفي اللعبة أليكس كانت هتبقى الطعم وقررت تعمل صفقة مع الكائن ده، ولو كسبوا الجولة الجديدة من الاستغماية فميكي لازم يسيبهم في حالهم، وبعد شوية ميكي لقى أليكس مستخبية في واحدة من الألعاب، ولما شغلت الكشاف رمى عليها سكينة ولكن ما وصلت لهاش بسبب الحاجز الواقي، ولما الوحش فقد قوته الفريق كله ظهر وبدأ يضرب فيه، وبعد ما حصروه ميكي بدأ يضحك وفجأة اختفى، ومن هنا بقى ريبيكا كانت مش فاكرة ايه اللي حصل بالظبط، ولكن كل اللي تعرفه ان معظم اصحابها من الطفولة تم التخلص منهم في الليلة دي، وهي
تبقى واحدة من الناجين القليلين، وبفضل انذار الحريق وصلت قوات الاطفاء، ولكن ميكي استغل الفرصة علشان يكمل شغله قبل وصولهم، وبعد ما قتل أليكس بالسيف اختفى وساب وراه 4 بس من الناجين. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.